بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميجا، ومباراه نادي الزمالك ونادي المقاولون العرب في الجوله الثانيه من الدوري العام. بعد ما شفنا مباراتين لنادي الزمالك، مباراه بيراميدز ومباراه نادي المقاولين العرب النهارده، نادي الزمالك كان المتوقع وكل الناس كانت عارفه ومتاكده نظرا لوقف القيد والمشاكل اللي بيمر بها نادي الزمالك ان الزمالك مش هيحقق اي مركز، وانه غالبا هيبقى في المنطقه الدافيه في جدول مسابقه الدوري العام. لكن شفنا نادي الزمالك بيقدم مباراه كبيره جدا مع بيراميدز، والنهارده مباراه كبيره جدا كمان مع المقاولين العرب، ولكن النتيجه ما خدمتش نادي الزمالك والتعادل في المباراتين، سواء المباراه الاولى 2-2 او المباراه الثانيه 1-1، بعيدا عن ظلم التحكيم اللي اتعرض ليه نادي الزمالك النهارده في مباراته مع المقاولون العرب. لكن في العموم انا شايف ان اداء نادي الزمالك بيتحسن مع المباريات، وانه غالبا في ماتش اراتا السولار غالبا الزمالك هيكسب 3-0 او 4-0 او يعني باي نتيجه، لكن الزمالك هيتاهل. لكن لو كده نتكلم على مباراه الزمالك النهارده، هتلاقي ان الشوط الاول بالكامل ما كانش فيه حاجه مميزه جدا باستثناء جمهور نادي الزمالك اللي هو معروف عنه الوفاء والانتماء الى ابعد الحدود. جمهور الزمالك الوفي هو اللي كان عامل جو للمباراه خلال شوطها الاول، وكان دافع كبير جدا للعيبه انها تقدم مباراه كبيره ومباراه كويسه. لكن كابتن شوقي غريب وفرقه المقاولون العرب كانوا مأمنين دفاعهم جامد جدا جدا، وبيلعبوا على الهجمه المرتده من بدايه المباراه لنهايتها. لكن قدر نادي الزمالك خلال الشوط الثاني انه يستحوذ على المباراه بصبغه هجوميه احسن كتير من الشوط الاول، وخصوصا بعد نزول رؤى اللي اول مره اشوفه بيعمل سيروهات وبيعمل كور بينيه، ويعني بيعمل حاجات حلوه في الكوره، وخصوصا الكوره اللي جات لمصطفى شلبي واحرز منها هدف الزمالك الاول اللي اتلغى بداعي التسلل. وبامانه الله الكوره دي مش تسلل، والجون ده فعلا حقيقي، ولكن حكام الفار عندنا بيحطوا الخطوط ما تعرفش ازاي زي ما هم عاوزينها. يمكن الكوره دي كوره شبيهه ليها النادي الاهلي السنه اللي فاتت، ولكن اتحسبت هدف. بس هي زي ما بقول لك الكوره هنا كده، وبرده الاهلي جاب قبل كده اجوان بنفس الطريقه وما اتحسبتش، زي مثلا جول بيرسي تاو اللي جابه السنه اللي فاتت في المحله وما كانش تسلل ولا في ريحه التسلل، وبرده اتحسب التسلل. لكن الحكام عندنا في مصر خصوصا بتوع الفار ما تعرفش بيعملوا الخطوط ازاي. هو لو عاوز يجيب اللعيب تسلل هيجيبه، لو مش عاوز برده مش هيجيبه، هو عادي. احيانا اجوال كتير بتيجي وتبقى مش تسلل وبتتحسب تسلل، سواء للاهلي سواء للزمالك، والعكس صحيح. بس هي دي الكوره في مصر، مش هنقدر نقول في تعمد من الحكام، ولكن هو الحكم بيحدد النقط اللي هتمشي عليها الخطوط والحاجات دي، وبيطلع الخط بيطلع اذا كان اخضر ولا احمر، وبناء عليه الحكم بيقرر اذا كان التسلل ولا مش تسلل. ناس كتير هتكلم على امين عمر النهارده وتقول لك ده اهلاوي وكان له صور مع الاهلي وهيجيبوا ماتشات له كتير وحاجات له كتير كانت مع الاهلي ضد الفرق الاخرى. لكن انا هقول لك ان امين عمر ده نفس الحكم كان بيحكم ماتش النادي الاهلي والبنك الاهلي، وكان في فاول النادي الاهلي قبل نص الملعب، واتلعبت الكوره من غير ما تثبت على ارضيه الملعب، والنادي الاهلي احرز منها هدف كان جابه محمود وحيد وقتها قبل ما ينتهي لطلائع الجيش، والحكم الغاه وقال لك روح البروتوكول او روح الفار والكلام ده، واحنا عارفين الكلام ده اصلا مش موجود في كره القدم. لكن امين عمر ليه وعليه في كل الماتشات، مش هنحسبه على الاهلي ولا على الزمالك، هي الكوره كده، الاخطاء جزء من كره القدم. لكن في العموم زي ما قلنا كان جمهور نادي الزمالك احسن حاجه في المباراه النهارده، والزمالك ادى الشوط كويس جدا في الشوط الثاني، ولكن لم يحالفه التوفيق، والمباراه انتهت بالتعادل بغض النظر عن الاخطاء اللي حصلت في المباراه. لكن اداء نادي الزمالك الى حد ما في تحسن، واحنا ما كناش متوقعين انه يبقى بالاداء ده يعني، وما كناش متوقعين انه نادي الزمالك هيعمل الاداء الكويس ده خلال المباريات. صحيح النتيجه ما خدمتهوش، ولكن نادي الزمالك في تحسن. يبقى ان اساريو يبطل تأليف في التشكيل واللامركزيه اللي بيعملها، ويلعب زي ما لعب في ماتش بيراميدز وزي ما لعب النهارده. واساريو يستنى شويه في تطبيق فكره، لانه محتاج لعيبه ذات جوده معينه مش موجوده في نادي الزمالك النهارده. قبل ما اختم كلمه بسيطه عن مباراه بيراميدز والبنك الاهلي، المباراه كانت سيئه جدا، انا شفتها من الطرفين، ولا بيراميدز بيلعب ولا البنك الاهلي بيلعب. لكن نادي بيراميدز قدر يخطف جول المباراه في الشوط الثاني. بيراميدز عنده سكواد وسكور جامد جدا جدا جدا، لكن ما عندوش الدافع الاساسي واللاعب رقم واحد اللي هو الجمهور. عشان كده بنشوف اداء بيراميدز في الماتشات اللي هي مع فرق غير جماهيريه ماتشات ميته جدا جدا، وبيراميدز بيلعب لعب روتيني جدا كأن موظفين بتلعب في الملعب.
على عكس بيراميدز لما بيلاعب فريق ذو شعبيه، يعني اهلي زمالك اتحاد مصر اسماعيلي، الماتشات دي بيبقى فيها جمهور، حتى لو مش جمهور بيراميدز ولكنه بيبقى عاوز يظهر نفسه قدام الجماهير دي، وكل لاعب عاوز يظهر ان هو لعيب جامد جدا جدا. لكن قولا واحدا بيراميدز لن ينافس على الدوري حتى في غياب الزمالك. بيراميدز هيكتفي بالمناوشه من بعيد، لكن يظل الاهلي والزمالك هم المرشحين الاوائل للقب بطوله الدوري. اتمنى نشوف الزمالك في وضع احسن من كده، وان شاء الله يعملوا تدعيمات قويه في يناير اللي جاي. اشوفكم في حلقه قريبه ان شاء الله. الكوره مع نيجي.